نبارك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على أقل تقدير في بلادنا، ولسماحة السيد القائد مقتدى الصدر دام عزه، وكذلك لأبنائنا المجاهدين في سامراء وحي المجاهدين ولادة ولينا ومرجعنا السيد الشهيد رضوان الله عليه، ذلك الرجل العظيم الذي جاء في فترة حرجة جدا، وكان حقيقة قلبه كزبر الحديد، وإلا لا نتوقع من أحد أن يظهر في مثل هذا الوقت الذي ظهر فيه رضوان الله عليه، حيث الحكومة الظالمة والطاغوت الكبير وكل الظروف كانت بالحقيقة لا تساعد على أن يظهر هذا الظهور الذي ظهر به رضوان الله عليه، ولكنه مع ذلك كان يحمل هدفا ساميا وعقيدة عظيمة يريد بهن إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فكان بطلا وكان شجاعا وكان عالما كبيرا وكان مجتهدا عظيما وكان هو الأعلم، وينطبق عليه تماما القول المعروف أو الحديث الشريف: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فهذه الكاف كما هو معلوم للتشبيه، والتشبيه هنا بين العلماء الأمة وبين الأنبياء أنبياء بني إسرائيل إنما جاء لخاصية وخصلة موجودة عند الطرفين. فما هي تلك الميزة التي امتاز بها رضوان الله عليه ليشابه بها الأنبياء؟ إنها الحركة، إنها النزول إلى الشارع الذي كان أنبياء بني إسرائيل والأنبياء عموما ينزلون إلى الشارع ويحركون أذهان الناس، فهو رضوان الله عليه نزل إلى الشارع وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما يفعل الأنبياء، كان يعمل كما يعمل الأنبياء، بل ربما كان عمله عظيما، حيث أمر بإقامة صلاة الجمعة، وهذه الشعيرة المعطلة كثيرا والتي غالبا ما اهتدى بها الناس بمجاميع كبيرة، حقيقة أن الناس اهتدوا بهذه الصلاة وانتفعوا بها. فكان رضوان الله عليه صاحب قلب عظيم وصاحب رؤية عظيمة، ولا تأخذه في الله لومة لائم، حتى أنه استشهد من أجل عقيدته ومن أجل هدفه السامي وهو رضا الله سبحانه وتعالى. فسلام الله عليه يوم ولد ويوم انتفع به الناس ويوم رفع دين جده رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي زامنت ولادته ولادة النبي صلى الله عليه وآله لوجود مشتركات كثيرة بين الجد وبين الحفيد، فرضوان الله عليه وسلام الله عليه بما صبر واحتسب فنعم عقبى الدار. نسأل الله أن لا يحرمنا زيارته وشفاعته، ولا يحرمنا أن نسير على نهجه وأن نستنى بسنته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.